سلوم المغامر. هلا والله شباب بقناة سلوم المغامر. اليوم راح نكشف لكم الحقيقة اللي انسجن بسببها سامر الصحراوي. طبعا سامر بريء وما مسوي شي، وهذا كله كذب من الشرطة اللي اخذته ومن اسمه الدولة. يعني السبب عود نابش لقبر من المقابر بوادي السلام. طبعا هو هذا مو قبر النبشة، طبعا هو مسوي، وهذا فقط تمثيل. بس هم اعتقدوا انه حافر له قبر من وادي السلام، ونبش القبور ودي حاكم عليها القانون. لهذا السبب طبعا علي كذب، وراح يحكي لكم الحقيقة. طبعا تحياتنا لعلي كذب. يلا شوف المقطع مال علي كذب وراح تعرفون كل الحقائق. اليوم احنا صورنا فيديو جديد لان عندنا صديقنا واخونا سامر الصحراوي مر بظرف كله صعب. من خلال هذا الظرف احتمال راح ينقطع عن اليوتيوب او يترك اليوتيوب نهائيا. سامر الصحراوي بمثل حاجة لكم. سامر الصحراوي يحتاجك لك ويحتاجنا إلي اليوم. سامر حاليا بالسجن، صار أكثر من 19 يوم مسجون. شنو قضيته وليش مسجون ودائما يستنون على سامر. من خلال هذا الفيديو راح تفتهمون قضية يا من صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مناشدة مظلومية باسم قبيلة الجبور وباسم أهالي الحسينية وباسم محبين الشاب اليوتيوبر سامر أحمد إسماعيل، نناشد دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونناشد النواب الشرفاء، ونناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي العادل دكتور فائق زيدان، ونناشد كل شريف ولديه غيره. لقد تم توجه تهمة بحق ابننا من أجل قضية تصوير مقطع فيديو في إحدى مقابر النجف الأشرف هو ومجموعة من أصدقاء اليوتيوبرية، والمقطع عبارة عن رسالة لا أكثر ولا أقل، ولم يتم هدم أو تجاوز أو أي شيء يمس القبور. وتوجهت له تهمة وفقا لأحكام المادة 373 القابلة للكفالة، علما تم الإلقاء القبض عليه بشكل غير مقبول من دون سابق انذار، ولم يكن مشتكي عليه شخص، مجرد ادعاء عام بأنه مقطع مسيء للقبور. وقدمنا الكثير من طلبات الكفالة لأنه ولا الشاب ليس لديه دعاوي سابقة ولا أي شيء دليل يثبت أنه تجاوز أو هدم أي قبر، إلا أن القاضي يرفض الكفالة. وتم رفع الادعاء عليه عن طريق النائب محمد جاسم الخفاجي في كربلاء، وتم الاتصال مع النائب محمد جاسم الخفاجي وتكلمنا معه وقلنا له ولد شاب، إذا كان لديه خطأ يمكنك الاتصال به وإصلاحه عن طريق الاتصال والتفاهم بالطريقة الإصلاحية. لكن كان رد مكتب النائب القضية تحولت للقضاء ولا يمكننا مساعدته بأي شيء. من هنا نطالب ونناشد الشرفاء، أرجو ونطلب منكم الإفراج عنه، ونطلب من النائب محمد جاسم الخفاجي متابعة الفساد اللي جاي يحصل في الدولة سابقا وحاليا، أفضل من متابعة هؤلاء المواطنين الفقراء الذين لم يحصلوا على لقمة عيش إلا عن طريق التواصل الاجتماعي اليوتيوب وغيرها، أفضل من توجههم إلى الطريق الذي يعاكس القانون. وخصوصا وها نحن ننظر الفساد من ناحية الشباب العاطلة عن العمل، توجههم للمخدرات أو السرقة أو غيرها من الأمور التي تحصل في المجتمع. ولا نقول إلا كلمة واحدة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هنا نطالب باسم إخوتنا مرة أخرى، إحنا بالنسبة لنا نريد نوضح مسألة بسيطة خاطر توصل للإعلام كله. هاي الناس، هاي الشباب، المجموعة اللي جاي يشوفوهم واللي جاي يصورون، كل العراق يعرفهم، ولابد أنه حتى الدول المجاورة ما أعتقد بيهم واحد موزين وما أعتقد بيهم واحد منحرف. مع كل الأسف شاهدنا منشور للنائب محمد جاسم الخفاجي يقول تم إلقاء القبض على مجموعة منحرفة تنبش القبور وتهدم القبور. والله ثم والله إذا ثبت على ولدنا كلها شلع، من ضمنهم المجموعة اللي وياه تصور ويا سامر، إذا ثبت عليهم منبشين قبر لو هادمين قبر، والله إحنا بالنسبة لنا ويا النائب. لكن إحنا هاي الوادي ولد عشائر معروفة، ولد أصول، والناس كلها تعرفهم، وانت مثل ما عندك ذمن الوطني تقدر تسأل عليهم.
افضل من ما تقيم دعاوى عليهم وتسوي ادعاء عام وينشالون على سبب والله ما يسوى. احنا بالنسبه عندنا مريضه ومنتهيه وحالتها راح توصل احتمال للموت من وراء ابنها، تقول لا دعاوى عليه سابقه، لا من هاي الوادم اللي يتوجهون للمخدرات هو ومجموعته، لا من هاي الوادم اللي يتوجهون للسرقه، لا عندهم فساد مالي وفساد اداري ولا هاي الامور كلها. ليش بالذات افتروا على هاي الشباب الفقراء، ونفس الوقت نقول ما عندهم محتوى هابط مثل هذول اللي جايين ينتشرون، خصوصا باخر فتره الفساد اللي قام يصير عن طريق هاي البرامج الجاي طلعن، اللي تصلخ، اللي ما اعرف شو تسوي، اللي ما اعرف ايش، هذني تحاسبون افضل من ما تحاسبون هاي الشباب الفقراء. هاي الشباب عايشين على هذني التصوير، الفيديو يصور مجرد رساله، لا تجاوز لا على قبض، لا تجاوز لا على شخص، لا فد يوم تدخل بموضوع سياسي، لا تدخل بموضوع خاص باي شخص كان. والدليل على كلامي ما حد مشتكي من اي شخص من العراق كله من الشمال للجنوب، فقط مكتب النائب مسوي ادعاء عام. من هنا نطالب رئيس الوزراء مرة أخرى، ونطالب النواب، ونطالب فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإفراج عنه، ولا نقول إلا أنا لله وأنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.